كائن غريب بيصحى كل 23 سنة علشان يصطاد مجموعة معينة من البشر وياخد أجزاء من أعضائهم عشان يقدر يستمر في البقاء. لا هو كمان بيحتفظ بجثثهم عشان يعمل بيهم ديكورات. جاهزين تشوفوا أتوبيس طلاب بيتحول لفخ؟ ودي مش أول ضحية للكائن ده. لو عايزين تعرفوا أكتر عن الكائن ده يبقى أنتوا كده لازم تشوفوا الجزء الأولاني من الفيلم عشان تشوفوا بطل الفيلم عمل فيه إيه هو والبطلة. هسيب لكم رابط الجزء الأول في تعليق مثبت. ويلا يا أبطال جهزوا سناكس حلو كده تتسلوا بيه مع الفيلمنا. وقبل ما نبدأ صلوا على النبي في الكومنتات واشتركوا في القناة لو مش مشتركين وفعلوا زر الجرس علشان نبدأ العظمة بتاعتنا. بيبدأ فيلمنا مع الطفل بيلي وهو واقف بيساعد أبوه وأخوه بيرص الفزاعة في الحقل. بينادي عليه أبوه بيطلب منه يتأكد إنه ربط الفزاعة كويس. بيروح بيلي وبيبص على الفزاعة وهو واقف بيلاحظ الفزاعة بتتحرك فبيقرب منها عشان يشوف متهيأ له ولا لا. بيفضل الكلب ينبح عليه جامد وأكن قلبه حاسس بالمصيبة اللي هتحصل لبيلي. بيلي بياخد باله إن الفزاعة لها مخالب لا هو كمان بتتحرك. بيطلع يجري بيلي وبيطير وراه الكائن الملعون ده. بيفضل بيلي يصرخ وهو بيجري لحد ما بيسمع اخوه جاكي وبيقوم من تحت العربيه يشوف ايه اللي بيحصل. وفي نفس اللحظه ابوه بيخرج من الجراج ومعاه البندقيه عشان ينقذ ابنه بس بيلي في الوقت ده بيسكت. بيفضلوا يقربوا من الحقل لحد ما بيسمعوا صوت بيلي من تاني وبعدها بياخد الكائن بيلي وبيطير بيلي بعيد. وطبعا ابوه واقف لا حول له ولا قوه وباصص على ابنه وهو بيضيع من ايده. بعد شويه بنشوف اتوبيس مدرسه فيه شويه طلبه ثانوي وبنات وشباب راجعين من مباراه وباين كده على الفريق متحمس وعمالين يغنوا. وبيبقى في طالب تاني قاعد ساكت وباين انه زعلان. وبيبقى وراهم عربيه فيها راجل وعلى عربيته في صرصار عملاق ديكور. احنا ناقصين يعني حشرات وقرف. بتعدي من جنب الاتوبيس والشباب بيمسكوا شعار كبير وبيغنوا بصوت اعلى وبيشاور للراجل اللي في العربيه. بتسال واحده زميلتها على الدوشه اللي عاملينها الشباب دول فبتقول لها هيفضلوا كده على طول لحد ما يتهدوا. بتقرب عليهم بنت شقره وبتقول لصاحبتها وانت ليه مش قاعده مع حبيبك؟ وبيبقى ده الشاب اللي قاعد حزين. بتقول لها صاحبتها ده شكل واحد فاز برضه بالبطوله. بتقول لهم حبيبته انه زعلانه علشان ما لعبش كتير في الملعب وعايز يقعد مع نفسه شويه. وهما ماشيين بالاتوبيس العجله بتفرقع. بتنزل سائقه الاتوبيس وبيبقى اسمها بيتي. بتشوف العجله وبيبقى معاها تشارلي المدرب ومنظم الرحله. بتشوف ان الكاوتش فيه حاجه حديد باربع سكاكين بتحاول تخلعها من الكاوتش بس ايدها بتتجرح فبيمسكها تشارلي وبيخلعها هو. وبيبان انها متصنعه بطريقه مش احترافيه وبيبقى ملزوق فيها ضرس بني ادم. بيسمعوا الاخبار في الراديو وبيعرفوا ان الكنيسه اللي على الطريق لسه بتتحرق وبقالها كده 3 ايام. وبيكتشفوا مكان سر فيها وبيلاقوا عدد كبير من الجثث مربوطين في بعض واعضائهم بتبقى متشاله وحاطين مكانها اعضاء خشبيه. والجثث اللي موجوده اكتر من 300 جثه ومعظم الجثث مر عليها اكتر من 200 سنه. وده طبعا زي ما داري شافوا كده في الجزء الاول وهتلاقي اللينك في كومنت مثبت. بتدخل بيت الاتوبيس وبتبعت اشاره وبتعرفهم انهم عطلوا على الطريق 9. منظم الرحله وبيبقى اسمه سكوت بيعرف تشارلي ان الحاجه اللي فرقعت الكاوتش دي متصنعه بعظام بشر. فبيقول له تشارلي ارمي القرف اللي في ايدك ده بدل ما تاخد حقن التاتانوس. بيمشي جاكي في الحقل وبيدور على اي حاجه تعرفه ايه اللي اخد اخوه فبيلاقي سكينه بياخدها وبيجري على ابوه. وبيبقى ابوه قاعد مصدوم ما بينطقش. بياخد السكينه من ايده وبيحدفها على الحيطه وبيقربوا منها وبيفضل يبص عليها وهو ساكت وبيبقى مرسوم عليها اشكال غريبه. بنشوف الطلاب نايمين على الاتوبيس وبياخدوا حمام شمس. وبتحاول بيتي توصل لاي حد تعرفه انهم متعطلين بس مش بتعرف. فبيقف شاب في الشمس وبيحس بحاجه بتطير فوق راسه. بيفضل يبص لحد ما بيتكعبل وبيقع وكل الحمام اللي على الارض بيطير وبيفضلوا اصحابه يضحكوا عليه. بنشوف ابو بيلي وجاكي واقفين في الجراج وبيصنعوا اسلحه وبيبقى معلق سكينه الوحش قدامه. وبنشوف الاتوبيس وهو ماشي على الطريق بس بيبقى ماشي ببطء بسبب العجل اللي فرقعت. بتروح البنت تقعد مع حبيبها وبيعرفها انه متضايق علشان لعب بس 12 دقيقه وفازوا على طول. بنشوف البنت الشقره وهي نايمه في الاتوبيس وبتحلم انها ماشيه بالاتوبيس قدام حقل. وبتشوف داري واقف وقميصه متقطع وبيشاور لها على الحقل وبعدها بيختفي وبيظهر تاني وبيفضل يشاور على الحقل وبيتكلم بس هي بتبقى مش سامعه بيقول ايه وعمال يشاور لها بايده. وبعدها فجاه بتلاقيه اختفى. وبتشوف بيلي وراسه بتنزف وهو كمان بيحاول يشاور لها على حاجه ويكلمها بس ما بتسمعهوش. وبيظهر داري تاني وعمال يجري وبيحاول يحذرها من حاجه لحد ما بيظهر الكائن الملعون ده وبيبقى ماشي في الحقل وبيحدف حاجه على الاتوبيس. وفعلا البنت بتصحى على صوت فرقعه وبيطلع الفرده التانيه هي كمان فرقعت. بتطلب بيتي من تشارلي يخرج يولع ضوء علشان يبقوا على طريق سريع وينزل الطلاب. بس الطلاب بيبقوا مش عاوزين ينزلوا فبتعرفهم ان ممكن اي حد يجي سريع ويخبطهم. بيشوف تشارلي عربيه جايه عليهم فبينزل وبيطلب منهم يبلغوا دوريه الطريق انهم متعطلين وعايزين حد يساعدهم. بيروح تشارلي يولع نور في الطريق وبتنزل بيتي وراها الطلاب.
بتقرب على العجله وبتلاقي نفس السكينه اللي خرمت الكاوتش الاولاني، بتنادي على سكوت وبتوريه الحاجه اللي لقيتها، وبتشوف انها متصنعه من سره بني ادم. بتقرب عليهم البنت الشقره فبيقول لها سكوت ارجعي المكانك. بتطلب بيتي من سكوت يدخل الطلاب الاتوبيس علشان حاسه ان في حاجه مش تمام هتحصل. بيسمعوا صوت تشارلي بيصرخ، وبيكون الكائن اللي عين نزل اخد وطار، وبتقع من فوق الحاجه اللي كان بينور بيها. بيفضلوا ينادوا عليه لانهم بيكونوا ما شافوهوش وهو بيتخطف. فبتطلب بيتي من سكوت يدخل الطلاب الاتوبيس ويقفل عليهم، وبيروح عليه سكوت الطلاب الحزين على عمره ده، وبيطلب من سكوت يسكت ويدخل باقي الطلاب ويقفل الباب عليهم كويس. بيمشي سكوت وبيفضل ينادي على تشارلي، وبتروح بيتي تولع الضوء على الطريق، بس بينزل عليها الكائن وبيطير بيها. وبيشوف سكوت وواحد من الطلاب بيدخلوا الاتوبيس، وبيعرفهم طالب انه شاف بيتي وهي بتطير لبعيد. بيقول له سكوت ازاي طارت، هو في بني ادم بيطير؟ بيطلب منه المدرس سكوت انه يهدى علشان يفكروا في المصيبه اللي حواليهم دي. بيخرج المدرس وبيجي الكائن يشده، وبينزل سكوتي وبيشده، واصحابه بيمسكوا بس بيحس انه هيتسحب معاه، فبيسيبه وبيدخلوا وبيقفلوا الاتوبيس عليهم. وبيبقى وش سكوتي كله دم من المدرس. زمايله بيفضلوا يسالوه ده كان ايه، بس هو بيبقى مش عارف يقول لهم ايه وبيزعق فيهم. وبيرجع في اخر الاتوبيس وبيقول لهم انه عنده اجنحه كبيره. بنشوف ابو بيلي قاعد وبيسمع في الراديو ان في اتوبيس عطلان على الطريق 9 وبلغوا ان في حالات اختطاف. بيخرج ابو بيلي وبيعرف جيمي انه عارف مكان الكائن اللعين. بنشوف الطلاب وهم في الاتوبيس وبيحاولوا يبلغوا النجده، بس بيبقى مفيش اي اشاره. واحد من الطلاب بيلاقي عصيان كبيره فبيقول لهم اسكت، انتم مفكرين العصيان دي هتقدر تبعد الكائن الغريب من هنا؟ بيفضل كل واحد فيهم يقول رايه اذا كانوا هيفضلوا في الاتوبيس ولا ينزلوا في المزرعه، لحد ما بيروح الكائن ده عليهم وكلهم بيشوفوه بوضوح وبيحاولوا يستخبوا منه من الكراسي. بيفضل يشم فيهم وبيبقى عايز يدخل ويجيبهم وينزل فيهم اكل، بس بيحترم نفسه وبيطير فوق الاتوبيس وبيظهر لهم تاني من الشباك، وكلهم بيجروا يستخبوا في بعض. بيفضل يبص عليهم وبيبقى في طالب ماسك كشاف وبيفضل يبص على سكوت كتير، فبيطلب سكوت يقفل النور. وبيفضل يبص عليهم لحد ما بيركز على شاب وبيلحس الشباك من بره، وبيعرفوا ان ده اللي عايز ياكله. وبيفضل يهز في الاتوبيس جامد لحد ما بيقع مسمار من الباب. بيطلب سكوت من زميله يقف جنب الباب ويفتحه عشان يطلعوا يجروا. بيفضل يمشي على الاتوبيس من بره، وبتقع البنت الشقره على ظهرها وكل زمايلها بيكونوا حواليها وعينيها بتقلب وبيبقى شكلها غريب. بتحلم انها في حقل ابو بيلي وبيبقى وراها بيلي بيجري. وبتشوف الكائن ده واقف مكان الفزاعه في الحقل، وبتشوف داري واقف وراها وبيقول لها بصوت سريع انه بياكل كل حاجه وجاي عشان ياخدهم كلهم. وبيقول لها انه بيظهر كل 23 سنه وبيقعد 23 يوم وبيفضل ياكل في الناس اللي بيختارهم. وبيفرد الكائن الاجنحه بتاعته، وبتفوق البنت الشقره واصحابها بيفتكروها ماتت. بتحكي لهم الحلم اللي شافته وبتعرفهم ان عايز ياكلهم ومش بيموت، واللي قال لها كده واحد ميت. وبيحذرها منه انه موجود من الاف السنين ومحدش بيقدر عليه. وبيقرب منها سكوتي وبيقول لها ده بقى اللي حلمت بيه، يعني نمت وصحيتي بقيتي نفسك خبيره روحانيه. وبيفضل يتريق عليها. بتقول لهم انه بيحصل له بيات لمده 23 سنه وبعدها بيرجع من تاني. وبتقول لهم ما يتعبوش نفسهم عشان لو نزلوا من الاتوبيس او راحوا لاي مكان هيقدر يوصل لهم وياكلهم. بيمشي ابو بيلي بالعربيه وهم في الطريق بيلاقوا العربيه اللي عليها الصرصور مخبوط في الشجره، وباين كده الكائن اتسلى على صاحبها. فبيرجع تاني للعربيه بتاعته بعد ما بيسمعوا اشاره جايه من الاتوبيس، وبيتكلم معاه واحد من الطلاب وبيطلب منه يروحوا ينقذوه، وبيعرف طريقهم وبيمشوا. بيظهر الكائن وبيشد زميلهم من دماغه، بس كل الطلاب بيحاولوا ينقذوه، وواحد منهم بيرشق العصايه في راسه وبينقذوا صاحبهم. بتفضل العصايه في عينه وبيبقى الكائن مش عارف يخلعها، فبيخلعها وبيرمي نص راسه في الارض. بيروح طالب يبص من فتحه الاتوبيس وبيلاقي ان نص راسه مش موجوده، وبيطير لبعيد وبعدها بيقع عليهم وازاز الاتوبيس بينفجر من شده الوقعه. بيقوم طالب وفي ايده الكشاف وبيلاقي ان نص الاتوبيس مكسور ونازل منه ايد الكائن ده، وبيبقى شكل مخالبه مرعبه. بيروح واحد من الطلاب وبيبص من الفتحه اللي في الاتوبيس وبيشوف الكائن وهو واقع ومش حاطط منطق. بيروح يعرفهم ان هو بيطلب سكوته من صاحبه يروح يفتح الباب، بس بيعرفوا ان الكائن ده معطل لهم كل الابواب. دراع الكائن بيقع جوه الاتوبيس، فبيروح طالب وبيفضل يمسكه ويلعب في الجناح وبيفضل يهزر ويقول لهم عامل زي الستاره. بيمسكوا الكائن بالجناح بتاعه وبيشده وبياخد راسه وبيسيب لهم جسمه. بتجري حبيبه سكوت تبص عليه وبتلاقيه بيحط راس زميلها مكان راسه. بيفضل سكوت يحاول في الباب لحد ما بيفتحه، وبيطلب منهم يخرجوا بره ويجروا في اي مكان، لان هو اختار بينهم كام شخص وفي 3 بين اصحابه عليهم الدور. فبيقرب عليه زميله حنا وبيعرفوا ان الكائن اختاره هو كمان وبص عليه مرتين وهو زيهم ممكن يتاكل، وبيعرفوا انه ما عندوش مانع يخرج هو واصحابه ويهربوا من الاتوبيس. وبيخرج فعلا حنا وباقي اصحابه وراه، وبتقرب عليه حبيبته وبتعرفوا انه اناني ومش هتفضل معاه في الاتوبيس، وانه لو عليه الدور هيتاكل ممكن الكائن ياخده من الاتوبيس زي ما عمل مع الباقي. وبيعرفها ان على كلام صاحبتها الشقره انه النهارده اخر يوم ليه ويدخل البيت بتاعه، وعايزهم كلهم يبقوا في امان لحد الصبح. وبتسيبه وبتنزل، وبيخاف سكوت يقعد لوحده وبينزل ورا باقي الطلاب. فبيلاقوا الكائن طاير وجه عليهم، فبيرجعوا تاني للاتوبيس، وبيكون في واحد مستخبي جوه الاتوبيس وبيقفل الباب عليهم مش بيبقى عايز يفتح لهم. بيفضلوا يجروا وراهم الكائن وبيضرب واحد من الطلاب بسكينه وبيقتله، وبيحاول يمسك حنا بس بيوطي وبيتعور ومش بيعرف يمسكه.
بيطلب منهم اسكتي يتفرقوا وهو بيجري الكائن بيحدف عليه سكينه وبتيجي في دراعه وبيتعلق في الشجره. اصحابه بيجروا عليه علشان يفكوا دراعه من الشجره بس ما بيعرفوش وبيجري حنه وبيحاول يخرع دراعه من الشجره بس بيجري الكائن وبياخده وبيطير. بنشوف الكلب بينبح في عربيه ابو بيلي وبيشوفوا البنت الشقره جايه عليهم وبيعرفوا انها من الطلاب اللي في الاتوبيس. بيطلب منها ابو بيلي تركب العربيه جنب جاكي فبتقول له انه مش هيقدر يوقفه ولا يسيطر عليه وحتى لو عمل كده هيرجع تاني بعد 23 سنه. بنشوف في الاتوبيس بنت وولد مستخبيين بيحسوا بهزه في الاتوبيس وبيبقى زميلهم هو اللي بيحاول يدخل فبيسالوه جاي ليه وبيبقوا خايفين منه لانه بيكون وراه الكائن وبيشده من راسه. بس بيبقى ابو بيلي وصل في اللحظه دي وبينور الكشاف اللي معاه الكائن وبيسيب الولد وبيقف لابو بيلي وبيفرد جناحاته وبيحدفه بحديده وبتدخل في قلبه وبيحاول يطير بس بتكون مربوطه في العربيه ومش بيعرف يفلص منها. بيفضل يشد العربيه بكل قوته وبتفضل تتهز هي والاتوبيس لان العربيه بتبقى لازقه في الاتوبيس. بكرة الحبل بتخلص من ابو بيلي فبيغيرها ببكرة تانية بسرعة وبيطير الكائن وبيشيل الحديدة اللي في قلبه وبيحدفها في العربية. فبيصرخ ابو بيلي علشان جاكي يخرج بسرعة من عنده. بيحاول جاكي يخرج بس مش بيلحق وبتطلع الحديدة دخلت في العربية وعلقته من رجله في الكرسي فبيقلع بسرعة هدومه وبيخرج وبيرمي التاني ابو بيلي على الكائن الحديدة بس من شدة حركته بيفضل يشد في العربية لحد ما بتتقلب بس ابو بيلي بينط بسرعة. في الوقت ده بنشوف حنا واصحابه قاعدين في وسط الحقل ومش عارفين يعملوا ايه ولا يجروا منين. بيقرب عليهم زمايله وبيشوفوا عربية اول ما بيركبوها بيلاقوا الكائن ده وراهم وبيبقى حنا راكب على العربية من ورا والكائن وراهم لانه بيبقى عايز ياكل حنا باي طريقة. بيطلب زميله من البنت تنط وبيقلب العربية بيهم. بيقع حنا وبيبقى متعور وبيشوف جناح الكائن جنبه بايده وبتقع مقطوعه وبيحاول حنا يزحف بالراحه لانه بيشوف الكائن واقف بيدور عليه بس في نفس الوقت مش قادر الكائن يمشي وبيفضل يتنطط. بيفضل الكائن يتنطط ورا حنا لحد ما بينط عليه وبيبقى لسه هياكله. بيمسكه حنا من رقبته وبيفضل يبعد فيه بس بيجي ابو بيلي وبيدخل في راسه الحديده بالحبل وبيقع على ظهره وبيحاول يشيلها بس بيلي بيروح عليه وبيفضل يضربه كام طعنه كده في قلبه لحد ما بيفضل ينزف وبعدها راسه بتنكمش وبيرجع للبيات بتاعه. بتقول له البنت الشقرة هو ما ماتش بس وقته انتهى ورجع للبيات بتاعه. بعد 23 سنة بنشوف جاكي وهو كبير وبيبقوا في مجموعة من الشباب جايين يشوفوا الكائن وهو في البيات بتاعه وبيسألوا مين اللي اصطاده فبيعرفهم ابوه. بيدخلوا الجراج يبص عليه وبيكون ابو بيلي قاعد على كرسي وبيبقى عجوز قوي وفي ايده سلاح وبيعرفهم انه فاضل يومين او 3 ويرجع تاني يصحى وبيعرفهم انه مستني بالسلاح ده علشان يخلص عليه من تاني. وبكده خلص الفيلم بتاعنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بننزله. سلام.